السلام عليكم. دعوني نشرح لكم طريقة فك التشفير عن أجهزة الهواوي. طبعا الجهاز الهواوي هذا أخذته من الشركة بالتقسيط. بعدين اكتمل التقسيط اكتمل لآخر شيء. بس الشركة ما فتحته. طبعا كيف بفتحه؟ لازم أخذ الكود من الشركة، أتواصل مع الشركة وأخذ الكود الذي هو تبع الجهاز وأقوم بفتحه، لأنه هذا الجهاز أخذته من شركة زين. والآن إذا حطيت شريحة فيه ثانية ما يشتغل، لازم شريحة زين. طبعا الشركة بتعمل قفل لكل الأجهزة اللي بتنزل من عندها بالتقسيط. إذا اكتمل التقسيط تستطيع أخذ الكود منهم، كود فك التشفير. إذا اكتمل التقسيط لأي جهاز وما أعطوك كود التشفير لازم تتواصل معاهم وتاخذ كود التشفير. دعوني أريكم الخطوات خطوة خطوة. أولا رحت لرقم الواتساب الذي هو موجود لخدمة عملاء زين ودخلت عليه. بعدين ترسل لهم أي رسالة، طبعا الروبوت اللي بيرد أول مرة. هنا كما تشاهدون هذه عندي أول رسالة، هنا رسلت لهم حرف الدال. اجتني الرسالة: حياك معك الروبوت زين. هنا في القائمة هذه بختار من هنا خدمات زين، بختار من هنا أي خدمة من هذه، بختار هنا الدعم الفني، بعدين أرسل. هنا بعد ما اخترت الدعم الفني ورسلت بيجيب لي قائمة ثانية، هنا بختار منها أخرى. كما تشاهدون هنا عندي آخر خيار أخرى. بعدين هنا كما تشاهدون يقول لي: يا ليت توضح لنا الملاحظة التي تواجهها كن راح نساعدك. هنا كتبت له الموضوع: أخذت منكم شريحة مع روتر سفري، والآن اكتمل التقسيط للروتر، وحاب أشغل عليه شريحة ثانية بس ما يشتغل. يعني أنا الآن عندي الجهاز مشفر، أريد فتح التشفير عنه. يقول لي: هل تم رفع طلب بذلك الملاحظة؟ هنا أكتب لا، بعدين أرسل. بعدين هنا سيكون أحد ممثلين معك خلال وقت قصير، شاكر لك تفكم همك. هنا جاني الموظف: عليكم السلام، لا يهمك إذا ما عليك أمر، زودنا بالمعلومات التالية وتبشر: رقم الهوية والاسم الثلاثي، رقم التواصل، الرقم التسلسلي للجهاز أسفل الجهاز، رقم ال EMEI أسفل الجهاز برضو، ونوع الجهاز والإيميل الخاص بك. هنا أرسلت له المعلومات. طبعا المعلومات كانت ناقصة الرقم التسلسلي هذا ما هو موجود في نفس الجهاز، لا أسفل الجهاز لا فوق الجهاز ولا أي مكان. بعدين اضطريت إني كما تشاهدون هنا عندي بيقول لي مرة ثانية بيسألني نفس الرقم التسلسلي، قلت له ما حصلته، ما هو موجود في الجهاز. بعدين فكرت إني بستطيع إيش اسمه إني أجيب الرقم التسلسلي من داخل التطبيق الذي هو تبع شركة المعيشة الذكية تبع الهواوي. هنا كما تشاهدون فتحت تطبيق الهواوي اللي هو المعيشة الذكية. بعدين دخلت هنا عندي معلومات الجهاز، كما تشاهدون معلومات الجهاز. هنا بيظهر لي الرقم ال AIMEI. هنا كما تشاهدون هذا هو الرقم التسلسلي، وهذه المعلومات الثانية. أخذت من هنا الرقم وارسلته للموظف نفسه. بعد ما أعطيته الرقم يقول لي: لقد تم إضافة الرقم للطلب. بعدين انتظرت، جتني رسالة مكالمة صوتية من الشركة. المكالمة الأولى قبل ما أجيب الرقم التسلسلي قلت له ما حصلت الرقم التسلسلي. بعدين مرة ثانية بعد ما أرسلت الرقم التسلسلي تقريبا بنحو ساعة كذا اتصلوا لي مرة ثانية وجابوا لي الرقم فك التشفير. طبعا الموظف أعطاني الرقم مكون من 16 رقم، وفيها أحرف كبيرة وأحرف صغيرة وأرقام، يعني لازم نكتبه بش اسمه مظبوط، وإذا اضطرينا نسجل المكالمة علشان ما يروح علينا الرمز. إذا ما فاتنا ما قدرنا نكتبه نرسله مرة ثانية. طبعا الآن بنروح لمكان الفك. هنا ركبت شريحة ثانية. طبعا بعد ما ركبتها هنا جاني سيم بلوك. طبعا سيم بلوك هذا بيجيك في حالة إنه الشريحة يكون عندها رمز سري، أو إنها تكون الجهاز مقيد من الشركة، يعني ما يستطيع تشغله إلا بشريحة واحدة. طبعا الشريحة ما فيها رمز سري، وعلشان كذا جاني هذا سيم لوك إنه الجهاز مقيد. هنا كما تشاهدون لما فتحته هنا في الجوال بيجيني زي كذا: سن أنتو. أنا بذهب للمتصفح مع اليمين، هذا بذهب للمتصفح وأقوم بالدخول بنفس الصفحة هذه اللي ظهرت لي هنا. هنا بدخل صفحة الادمن. طبعا الادمن في الشبكة هذه هذا هو. طبعا يختلف الادمن من شبكة لشبكة ثانية، لازم أتأكد من نفس هذا يكون يا إما تحت البطارية يا إما يكون معلومة الجهاز. بعدين كما تشاهدون إذا فتحته على طول يظهر لي هنا كما تشاهدون هنا بيقول لي مغلق على طول مباشرة، ما يحتاج. إذا كان مفتوح بيظهر مني اسم المستخدم ولا الرمز السري، لكن إذا كان مغلق من رمز سري بش اسمه بقفل من الشركة بيظهر لي هنا بدخل الرمز الذي جابه لي من الشركة. هنا كما تشاهدون عندي ظهر لي على طول هنا ايش مكتوب: ينلوك درايف، يعني فتح الجهاز. هنا بحط الرمز اللي جابه لي من الشركة. طبعا الرمز بيكون 16 رقم زي ما اخبرتكم قبل كده. هنا طبعا للأسف ما في لصق مباشرة، لازم اكتبه كتابة. هنا بعد ما اكمل اكتبه اعمل سيف. هنا كما تشاهدون كلمة سيف مكتوبة تحت يعني حفظ.
بعدين أعمل كلمة سيف، بيطلب مني الرمز الدخول اللي هو في الشبكة نفس الجهاز اللي عندي كلمة المرور. هنا كما تشاهدون درايف لينك باسورد، الرمز السري للشبكة، مش رمز الواي فاي، رمز الجهاز نفسه. في عندنا يجي ادمن وفي عنده رمز، لازم ادخل الرمز هنا. طبعا اذا ما بنعرف الباسورد هنا بنعمل فرمة للجهاز، الجهاز بيكون اول مرة نستطيع اما تعيينه اما يكون مكتوب بالانجليزي كلمة ادمن. هنا كما تشاهدون حفظت الكلمة ودخل عندي على طول مباشرة. الان اذهب للجهاز واتاكد انه فتح الشريحة ولا لا. الان كما تشاهدون هذا عندي الجهاز اشتغل عندي طبيعي، ما في اي مشكلة. طبعا هذا الان بشريحة جوي غير الزين، يعني ما يشتغل بالزين، يشتغل الان باي شريحة ما دام غيرت فيها الجوي واشتغلت خلاص. الان استطيع تشغيله باي شريحة سواء كانت موبايلي، زين، شريحة دولية، اي حاجة. كما تشاهدون هذه الشريحة من جوي.